في فنانين التاريخ أنصفهم، اتعمل ليهم متاحف واتحكت سيرتهم، لكن في نجوم بالرغم من بصمتهم اللي محدش يقدر أبدا ينكرها، محدش فكر يكرمهم زي ما يستحقوا. العبقري الدون جوان رشدي أباظة. الليلة دي أنا هبقى الساحر وانتوا المتفرجين. الليلة دي هعمل لكم معجزات، هجيب لكم ناس من آخر الدنيا لحد هنا في غمضة عين، هصحي الميتين واموت الصحيين. رشدي أباظة مش مجرد ممثل وسيم ولا نجم شباك، واحد من ألمع وأعظم نجوم السينما المصرية. وقصة حياة الدون جوان رشدي أباظة خطفت كل القلوب، رحلة مليانة أحداث كتير وإشاعات أكتر وأكتر. تابعوا معانا الفيديو للآخر وخلونا مع بعض نفتكر رشدي أباظة وندعيله بالرحمة. رشدي سعيد بغدادي أباظة ده الاسم الحقيقي الفنان رشدي أباظة، واللي اتولد في الشرقية سنة 1927 يوم 2 أغسطس. والده هو اللواء سعيد البغدادي أباظة، وطبعا زي ما كلنا عارفين والدته كانت إيطالية الأصل، وده طبعا اللي ساعده إنه يتقن 5 لغات: الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية والألمانية، وكمان اللهجة أو اللغة الأسبانية كان بيتكلمهم بطلاقة شديدة جدا. كان الدون جوان من عشاق لعبة أو رياضة كمال الأجسام والبوكسينج كمان، ده غير لعبة البلياردو اللي كانت عاملة ضجة كبيرة وقتها. ودخول رشدي أباظة لعالم التمثيل والفن جه عن طريق الصدفة البحتة، لما شافوا المخرج كمال بركات وهو بيلعب في صالة البلياردو في يوم من الأيام، وعرض عليه إنه يقوم ببطولة فيلم قدام الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. وفعلا كانت بداية دخوله للفن من خلال فيلم المليونيرة الصغيرة سنة 1948 قدام نجمتنا الجميلة فاتن حمامة. وبعد فيلم المليونيرة الصغيرة اتحول رشدي أباظة لفارس الأحلام، وما كانتش علاقاته النسائية مجرد علاقات عبرة كده والسلام، كانت قصص حب وصراع ومواقف مليانة دراما. دي كانت كل قصة وحدوتة فيهم تنفع تتكتب سيناريو لفيلم رومانسي مشوق جدا. والبداية كانت مع النجمة الجميلة ليليان كوهين، واللي مشهورة باسم كاميليا. اتولدت كاميليا سنة 1919 يوم 13 ديسمبر. أول ما شافها رشدي أباظة حبها وعشقها بجنون، ومش بس رشدي كمان اللي حبها، ده كان بيعشقها الملك فاروق. علشان يدخل رشدي أباظة في صراع مع الملك فاروق على كاميليا اللي كمان اختارته كاميليا وحبته، وده اللي أشعل غيرة وجنون الملك فاروق، اللي وصل بيه الحال إنه يهدد رشدي أباظة بالقتل لو ما بعدش عن كاميليا. والتهديد ده طبعا يجي مع رشدي أباظة بالعكس، لأنه كان بيحب كاميليا بجنون، وهي كمان كانت بتبادله نفس الشعور. واتفقوا على الجواز سنة 1950 بعد قصة حب كبيرة جمعتهم. علشان بكده يدخل الدون جوان أول صراع مع الملك فاروق، أصله ما كانش بيجي بالتهديد ولا بالكلام ده. وفي إحدى لقاءات الدون جوان بيضحك ويفتكر كاميليا ويقول إنها الست الوحيدة اللي جرأت إنها تمد إيدها عليه، لما شافته قاعد مع صديقة ليه في الأوبرش بيهزر وبيضحك قوي، فغارت كاميليا وراحت ضربته بالقلم قدام الناس كلها. وفجأة كده تقرر كاميليا إنها تسافر تعمل شوية فحوصات برا مصر عشان تطمن على نفسها من آلام شديدة كانت دايما بتجيلها في معدتها. وحوالي الساعة 4:30 الفجر وقرب محافظة البحيرة تتحطم الطيارة اللي كانت عليها كاميليا، ويتم العثور على جثة كاميليا متفحمة في منطقة صحراوية قرب محافظة البحيرة، علشان تنتهي قصة الحب الأولى في حياة رشدي أباظة بمأساة تسبب له صدمة نفسية كبيرة. بس تفتكروا هتخلص مغامرات الدون جوان لحد هنا؟ أكيد لأ، دي كانت البداية.
تعالوا نكمل الرحلة ونتعرف على المغامرة العاطفية الجديدة في حياة الدون جوان رشدي أباظة. بعد موت كاميليا دخل الدون جوان في صدمة كبيرة، وبقى معظم وقته بيقضيه في الملاهي الليلية والسهرات على أمل إنه ينسى، علشان في الوقت ده تظهر القصة التانية، والبطلة هي تحية كاريوك. وتحية ما كانتش راقصة وفنانة استثنائية بس، ولا ست جميلة كده وخلاص، لأ، ده اتعرف عنها شخصيتها القوية جدا، وإنها وقفت مع جنب رشدي أباظة ودعمته في أزمته، وده اللي خلى يتولد بينهم قصة حب قوية من أقوى وأجمل قصص الحب اللي اتعرفت وقتها في الوسط الفني. واستمر جوازهم 3 سنين، لكن فجأة انتهى بدون أي تفسير واضح. ورفض رشدي أباظة وتحية كاريوكا إن هم يتكلموا عن سبب الطلاق أو الخلاف، وبالرغم من ده فضلوا الاتنين لنهاية سنين عمرهم بينهم صداقة وحب وتقدير كبير جدا في كل لقاءاتهم وحديثهم عن بعض. رشدي قال إنه لما يموت كفاية بس إن تحية تزوره، وإن هو كان سعيد جدا معاها، وكمان تحية قالت نفس الكلام، لكن بيقال إن السبب هو الخيانة، وإن تحية كاريوكا رفضتها رفض شديد جدا وصممت على الطلاق على الرغم من قصة الحب القوية اللي جمعته. والمغامرة الثالثة معانا كانت للمطربة الفرنسية إني بري، عشان يدخل رشدي أباظة الصراع التاني وجها لوجه قدام الملك فاروق، وفي تحدي جديد على الفوز بقلب المغنية الفرنسية الجميلة إني بري قدام الملك فاروق. ويفوز طبعا الدون جوان معانا بقلبها وتحبه جدا، ما هو أصل رشدي أباظة ولا بيهمه ملك ولا سلطة، ودخل في التحدي وفاز بيه، وتحدى مش الملك لوحده، لا، اتحدى والدته اللي كانت رافضة ارتباطه وجوازه بإني. وفعلا بيتم الجواز وعاشوا مع بعض 3 سنين، لكن الجواز ما استمرش، وده المرة دي كان بسبب الملك فاروق، لأنه مارس عليه نوع من الضغط وقلل فرص ظهوره في السينما. وطبعا كانت هي وقتها إني بري بتشتغل وفي قمة تألقها ونجوميتها، وده طبعا عمل خلافات كبيرة بين رشدي أباظة وإني بري، وتم الطلاق. خليكم معايا ونشوف القصة الجاية للدون جوان مع مين. والمرة دي بيرتبط الدون جوان بمضيفة طيران أمريكية، وهي الوحيدة اللي أنجب منها بنته الوحيدة اسمت، واسمت كانت أغلى حاجة في حياة رشدي أباظة. واستمرت الجوازة دي 4 سنوات علشان تنتهي بدون أسباب معلنة سنة 1959. وطبعا برضو دي ما كانتش النهاية، دي كانت مجرد محطة علشان يدخل الدون جوان أطول قصة حب في حياته استمرت 18 سنة. سامية جمال اللي حبت رشدي أباظة حب كبير قوي، وكانت أم لبنته. ولو شفتوا معايا الصور اللي كانت دايما بتجمع سامية جمال برشدي أباظة هتعرفوا مدى التوافق والحب اللي جمعهم. كمان هي حبت بنته اسمت كأنها بنتها بالظبط، وده باين من كل صورهم. رشدي حب سامية جدا جدا، بدليل ان حتى رتم حياته اتغير. بعد ما كان دايما بيسهر وبيرجع وش الفجر، بقى بيعشق قعدة البيت، واكتر وقت ممكن يقعد فيه مع سامية ومع بنته اسمت، ويحس الدون جوان انها اسعد لحظات حياته واحلى فترة كان عايشها في عمره. ولو ركزنا في كل الصور اللي جمعت رشدي أباظة بسامية جمال هتلاقوا الضحكة مش بتغيب أبدا عن ملامحهم، والابتسامة وذكريات حلوة كتيرة جمعتهم، ده غير نظرات الحب والتقدير اللي دايما واضحة في عيون سامية جمال لرشدي أباظة. ولكن للأسف بيتم الطلاق بسبب زواج رشدي أباظة من الشحرورة صباح لمدة 24 ساعة بس. ولما سامية عرفت صممت على الطلاق، وللأسف يدخل رشدي أباظة في صدمة كبيرة جدا، لدرجة انه هو عند المأذون هدد سامية جمال بالانتحار من كتر رفضه
لموضوع الطلاق، وما كانش مستوعب أبدا إنها تتعصب وهتاخد الموقف بالغضب ده. والغريبة إن بكل القصص دي ولا واحدة فيهم كرهت رشدي أباظة. ما هو طبعا زي ما قال رشدي، مش كل جان دون جوان. وبعيد عن الأضواء كان لرشدي أباظة جانب آخر، خلينا نشوف. اسمح لي بالعودة لرأي كان قاله لي واحد من جيل الوسط رحل عن عالم السينما اليوم، هو الفنان الراحل رشدي أباظة، اللي قال لي عنك إنك. أنا أقول لسيادتك حاجة يا مدام أمال، تعتقدي إن إحنا هنا في مصر في ممثل أكبر كممثل يعني كفعلا فنان أكبر من الأستاذ محمود المليجي؟ ده بنقول عليه أنتوني كوين. بنظري مفيش. لا هو مش أنتوني كوين، لأنه عمر ما محمود المليجي كان فيه عنف. أنتوني كوين اعتماده دايما على العنف حتى في الكلمة. طب هو مين؟ محمود المليجي؟ هو محمود المليجي مش هيبقى فيه زيه أبدا. طب إيه السر؟ فمحمود المليجي حطوه في إطار، حطوه في البرواز اللي هو القتال الشرير بتاع حاجة زي كده، مع إنه محمود المليجي ده بقى عمل أدوار كان بيخليني أنا وأنا عارف إن ده تمثيل لأنه زميلي أقعد أعيط. تعيط؟ طبعا أعيط يعني، وأنا عارف إنه تمثيل وأنا عارف إزاي بيعملها. إنما من كتر يعني ما هو السر. طب من كتر ما هو يعني عملاق، يعني بيتغلب على أي حاجة في الدنيا. أنت بعيد عني دلوقتي، لما أعتقد إنك سمعت. أنا بفتقدك وحشتني أوي. رشدي أباظة نجم لن يتكرر، ورصيده الفني هيفضل خالد في تاريخ السينما المصرية. عايدة هاتي لي كاس. الله، ده انت شارب ازازة لحد دلوقتي. اصلي فرحان قوي لله جرح. 150 فيلم وأكتر، وأدوار صنعت أسطورة، ومشاهد هتفضل محفورة في ذاكرة السينما المصرية. امال نبيل ما بيقوليش كده ليه؟ هو نبيل ده بني آدم؟ انت عاوزة فنان علشان يعرف يقدر جمالك، مش نبيل الزفت بتاعك ده. نبيل عندي أحسن من 1000 فنان. نبيل ده سافل علشان يستغل الظروف النهارده ويبوسك في بيتهم. موهبة رشدي موهبة استثنائية وخاصة جدا بسبب كاريزمته وحضوره القوي والمميز. ورشدي أباظة من أوائل النجوم اللي دخل الأداء الواقعي في التمثيل، يعني لما بنشوفه بنحسه كأنه واحد مننا ومش بيمثل وبيعبر عننا. ماليش بخت. كنت فين؟ كنت عند الكوافير. بص، ايه رأيك في التسريح؟ وايه اللي غيبك كده؟ على بال ما سرح لي شعري. بقالك. رشدي أباظة رحل عننا بجسمه بس، لكن فنه هيفضل محفور وعايش جوانا. وأثناء تصوير رشدي أباظة لفيلم الأقوياء، وده على فكرة كان آخر أعماله، حس رشدي بشوية تعب، ولكن هو كان بيتحامل على نفسه ومش بيخاف من حاجة ولا بيحب يستسلم للمرض أو للوجع، بس الأوجاع كانت شديدة شوية، فقرر إنه يسافر يعمل بعض الفحوصات بره مع أخوه فكري أباظة، واللي ما كانش بيسيبه دقيقة واحدة علشان يكتشف الدونجوان ويتأكد من إصابته بورم في المخ. وللأسف خد علاجه بره وعمل جراحة، وكان متخيل إن هو خف من السرطان، لكن اللي كان يعرف الحقيقة هو فكري أخوه. لما الدكاترة وضحوا طبيعة مرضه وإنه في حالة متأخرة لأن السرطان انتشر في الرئة، وإنه متبقي من حياته مجرد أيام. وطبعا فكري أباظة خبى عليه الحقيقة عشان يفضل محتفظ بروحه الحلوة ونفسية تكون كويسة، لكن اللي عرفته الحقيقة كانت والدته، وبشكل قاسي جدا مش ممكن أبدا حد يستحمله أو يستوعبه.
والدته كانت عاملة توكيل ليه بكل أموالها علشان يكون هو الوريث الوحيد ليه، هو وحفيدتها اسمت البنت الوحيدة لرشدي أباظة. وكانت متخيلة إنها هتموت قبل رشدي، لكن لما عرفت طبيعة مرضه قعدت تفكر في حيلة عشان تعرف رشدي طبيعة مرضه، وجابت له كل الأوراق، جمعتها في ظرف ورمتها تحت باب الشقة بتاعته عشان يشوفها رشدي ويعرف فعلا طبيعة مرضه وإن هو فاضله في الدنيا أيام. ولما يواجه والدته تعترف وتقوله إن أنا مش عايزة أي حد يورثني غير بنتك اسمت، وأنا كنت معتقدة إن أنا هموت قبلك، لكن بدم أنت كده أو كده ميت فرجعلي تاني فلوسي. لكن رشدي رفض، لأن شايف إن اخواته ليهم حق كبير في ميراثه، لأنه كمان محدش فيهم سابه دقيقة واحدة، قد إيه هو كان محب ليهم جدا وهم كمان. يحس رشدي بآلام كبيرة قوي مش قادر إنه يتحملها، فيقرر إنه يدخل المستشفى، وطلب رشدي من اخواته إن هم يكونوا موجودين معاه جوه المستشفى، وكمان الفنان أحمد رمزي. اتجوز الفنان رشدي أباظة في عامه الأخير وأثناء مرضه ابنة عمه السيدة نبيلة أباظة، واللي حس انه بيظلمها في الفترة الأخيرة من حياته أعلنها بالطلاق، وقال انه هو حابب يعيش حر زي ما فضل طول عمره حر. لكن كانت في وجهة نظر أخرى بتقول إن عشان تفضل الزوجة الأخيرة ليه في حياته سامية جمال، وإنه كان نفسه يشوفها ونفسه يموت بين إيديها. وكمان اتوسط نجمات ونجوم كبار لسامية جمال عشان تروح وتزور رشدي أباظة في المستشفى، لكنها رفضت وقالت إنها ما تتحملش أبدا إنها تشوفه في وضع ضعف زي ده، وإنها مش هتقدر تنسى الصورة دي أو تتخطاها لسنين عمرها اللي فاضلة. ولما يشتد المرض على الدونجوان بيطلب من أحمد رمزي إنه يجيب له عامل إكسسوار كان ملازمه طول حياته الفنية اسمه عم دونجل، علشان يقعد معاه الدونجوان ويوصيه إنه لما يموت يجيب له أعواد من الريحان وحنة ويفرش بيها قبره اللي اشتراه في نزلة السمان. وقال له اوعى يا دونجل ما تعملش الوصية دي، في رقبتك أمانة. ودونجل كان قد الأمانة وقدود، لدرجة ان لما مات فعلا رشدي طلب من أخوه انه يجيب له أعواد من الريحان والحنة عشان يفرش بيها قبر الدونجوان زي ما طلب منه. وهو في الطريق لقيه حادث كبير جدا، وهو راكب عربية الإسعاف اللي بتنقل جثمان رشدي أباظة، عشان يتفاجئ انه اول ما نزل ان اخوه مرمي على الارض في حادث ومتوفي، وجنبه الحنة واعواد الريحان. ويعمل ايه دونجل؟ ياخد الحنة واعواد الريحان وينفذ وصية الدونجوان الاخيرة، وبعدين يرجع عشان يدفن اخوه. ولو زرنا القبر بتاع رشدي أباظة هنلاقي إن مكتوب عليه تاريخين. تاريخ وفاة رشدي أباظة الحقيقي كان 27 يوليو سنة 1980، واللي مكتوب على قبره هو 1 مارس سنة 1980. حصل لي حاجات لا يمكن بني آدم في الدنيا أعتقد ممكن أن يتحملها، وتقريبا من أقرب الناس إلي هم كانوا السبب في اللي حصل لي. وده لأنه لما عرف من الدكاترة حقيقة مرضه كان قدامه 6 شهور، فاشترى رشدي أباظة القبر وخمن كده تاريخ وفاته، وكتب بنفسه تاريخه إنه 1 مارس 1980. لكن ربنا بيشاء إنه يعيش أكتر ويتوفى في 27 يوليو سنة 1980، وده سبب وجود تاريخين على القبر بتاعه. ورشدي أباظة اتدفن 3 مرات، أول مرة اللي اتدفن فيها بشكل طبيعي، وتاني مرة لما اتدفن رشدي أباظة
دخلت والدته في صراع وخلاف جامد مع بنته إسمت، ونقلت جثمان ابنها لمكان على طريق اسكندرية الصحراوي، أرض ملك ليهم، وكمان بنت جامع باسمه ودفنت رشدي أباظة هناك. لكن بعد وفاتها نقلت الجثمان تاني لنفس المكان اللي كان حبه رشدي أباظة في نزلة السمان بنته إسمت، واتقال إن اتعملت له جنازة كبيرة جدا كأنه بيتدفن لأول مرة. ولما ماتت إسمت من حوالي 4 سنين اتدفنت جنب والدها الدونجوان رشدي أباظة. النهاردة وبعد كل السنين دي رشدي أباظة لسه عايش معانا بفنه، لكن أكيد محتاج مننا دلوقتي حاجة أصدق من الإعجاب، وهي دعوة صادقة. رشدي أباظة تعب كتير قوي في حياته وفي مرضه، أعظم تكريم ليه إن احنا نقرأ له الفاتحة ونترحم عليه. أول غلطة في حياتك؟ إني اتولدت. أول صوت غناء يدخل قلبك؟ عبد الحليم حافظ. أول نقد لاذع وجه إليك؟ ده كان زمان قوي، كان واحد اسمه سامي مش فاكر ايه، كان في روزا اليوسف، شتمني وزعلت قوي. قال ايه ما تفتكرش؟ هو اللي كان طلع عليا مفتول العضلات، فحسيت كأنه بيتريق عليا. أول طبق على مائدتك؟ كوباية مية. أول عمل تقوم به في الصباح؟ أتمرن. أول مرة شعرت بالخوف؟ مرة وأنا في القرافة وقاعد لوحدي بالليل الساعة 2 خفت. أول رحلة في حياتك كانت فين وليه؟ رحلة صيد، واللي أنا بحبه. صدت فين؟ في الفيوم. أول شيء ممكن تستغنى عنه؟ قميصي. أول حب؟ حب الله.